الفيديو ده انا والله العظيم مش محضر له اي حاجه. تمام. انا فاكر ان انا كنت عايز اتكلم عن الموضوع ده قبل كده. وخلاص فكست يعني. تمام. بس هخش في الموضوع على طول. مش لازم كل الناس، بجد يا جدعان مش لازم كل الناس ترضي ابهاتها يعني، عشان بس نخش نكون في واضحين يعني. انا اهلي كويسين الحمد لله يعني. انا اهلي بصراحه كانوا كويسين، بس انا غلطت برضو بعض الغلطات. وفي ناس انا شفتهم في ليفل معين، الليفل ده ليفل صعب جدا. تمام. لما كانوا بيسمعوا كلام ابهاتهم، وابهاتهم كانوا متحكمين فيهم قوي 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 بزياده عن اللزوم. والله العظيم وصلوا فعلا ليفل مش كويس يعني. تمام. فاتمنى انك تفهم الفيديو ده لحد الاخر. آه، الموضوع عشان حساس فانا مش عارف اتكلم فيه قوي يعني. تمام. بس يعني من الاخر هديكم مثال بسيط. انا اعرف يا جدعان ناس. تمام. واحد صاحبي، الراجل ده ما بينزلش اصلا الجيم مثلا بسبب ان ابوه حاكمه ان هو ما ينزلش الجيم. بسبب ان ابوه قايل له لا انت مش تنزل الجيم عشان خاطر هتقعد تذاكر او ايام مكان يعني. فاهم؟ ما مش هتخرج عشان خاطر مش عارف كذا مش عارف. فالفكره ان ابوه كان متحكم بحياته بطريقه مرعبه، لدرجه ان الواد بقى ويستد. الواد بقى خلاص يعني، هو فعلا بقى ويستد. الواد خلاص يعني، هو حرفيا مات. فاهم حاجه؟ ما بقاش منه اي امل يعني. ف لو ابوك بيتحكم فيك زياده عن اللزوم، تمام، فهو طبيعي ان هو يتحكم فيك. تمام. طول ما انت قاعد في بيته. تمام. هل انا بقول لك اهرب من البيت؟ انا ما اقدرش احرضك على حاجه زي كده. تمام. بس طول ما انت قاعد في بيته، عشان كده انت كل ما تيجي تتكلم معاه مثلا ممكن يقول لك البيت ده انا جايبه بفلوسي، صح؟ ممكن يقول لك كلام زي كده، وعلى فكره حقيقي هو عنده حق بنسبه 100%. انت طول ما انت قاعد في البيت ده بجد يا اسطى، يعني انا اللي حاطط قوانين. اقول لك على حاجه، لو انا اب وانا اللي شاري البيت ده وطلعان ميتين امي عشان خاطر اجيب البيت ده وعشان خاطر اربي الاسره دي، والله العظيم لو حطيت اي قانون هو اللي هيمشي على البيت. طول ما احنا قاعدين في الحفره دي، طول ما احنا قاعدين في الحيطان دي كلها اللي انا جايبها بفلوسي. تمام. فانت لازم تسمع كلامي. فايا ما كانت بقى الحاجه اللي هو طالبها منك يعني. تمام. مهما كانت الحاجه رخمه، مهما قال لك تعالى البيت الساعه 10، ما لو قال لك تعالى البيت الساعه 8، هو للاسف هو ليه كلمه عليك، لان هو دون عن ان هو ابوك، هو اللي شاري البيت ده. تمام. هو اللي بيصرف عليك. تمام. فعشان تشيل السلطه دي، تمام، فانت على الاقل على الاقل، تمام، طبعا بعد ما تصرف على نفسك هيكون في مشاكل تانية، لان هو برضه هيفضل يتحكم فيك يعني، هيحاول يتحكم فيك. تمام. بس هيبقى عندك شيء من السلطه تجاه نفسك. تمام. آم، الفكره كلها ان انت مثلا آه، مش عارف اقول لك ايه، بس من الاخر لما هتبدا تعمل فلوس كويسه، تمام، وتبدا تخرج بره المحيط بتاع اهلك لاي سبب من الاسباب. انت مش لازم تقول له اروح اسكن لوحدي، ما هو طبيعي هيقول لك تعالى اسكن معانا. لكن مثلا ممكن تقول له تعالى اسكن لوحدي، عايز اسكن لوحدي بسبب اي ظرف. ممكن يبقى بسبب شغل مثلا جالك، ممكن يبقى بسبب دراسه، انك انت عايز تركز في الدراسه اكتر مثلا. ايا ما كان بقى السبب يعني. بس لازم يكون في استقلال لوحدك. طول ما انت مش عايز في الاستقلال ده، آه، ابوك هيفضل يتحكم فيك. تمام. انا حسن حظي ان انا ابويا كويس يعني. انا ابويا كويس في حته التحكم دي. بس انا كنت بعمل حاجات عشان خاطر ما ضايقهوش مني. تمام. يعني واحده من الحاجات اللي انا عملتها ان انا دخلت كليه هندسه. تمام. فانا دخلت كليه هندسه عشان خاطر انا ما ضايقهوش مني. بس الفكره كلها في حاجه برضو، ان انا غير كليه هندسه انا بجد ما كانش عندي اي بلان تانيه. يعني قبل ما ادخل الكليه بجد ما كانش عندي اي بلان. كان كل حاجه كنت بعملها بجد كانت بتفشل. كان مفيش بيزنس موديل فتحته قبل هندسه وفعلا نجح. وعلى فكره خلال برضه هندسه اشتغلت في كذا حاجه كتير ونجحت. ما هو آه، لو انا بنجح كل مره، فمش هيبقى عندي النولج اصلا. يبقى خلاص هي بجد بتمشي معايا. فمش هيبقى عندي النولج. فمثلا مش هعمل لك حاجه زي الديلرز مثلا. مش هقول لك انا غلطت في كذا، عملت كذا، خليت كذا. فهمت انا بتكلم في ايه؟ كان بسبب ان انا غلطت كتير وتعلمت كتير ودربت ناس كتير في الشغل الاونلاين يعني. فانا بتعرف ايه اللي بيجيب بجد، اللي بينجح ايه فعلا بيجيب فلوس. مش دروب شيبينج والحاجات دي. دروب شيبينج والحاجات دي على فكره بتجيب فلوس بس في ليفل معين. تمام. ف... فالتريدنج بيجيب فلوس بس في ليفل معين. بس انا بعلمك حاجات بقى انك ازاي فعلا تبني بزنس اونلاين قايم على السيرفيسز صح. تمام. وهي حاليا عليها ديسكاونت لو انت عايز تبص عليها يعني. لو انت فعلا عايز تثمر في انك تعمل فلوس اونلاين، بجد ديلرز هيبقى احسن حل. خصوصا لو انت الديلرز دي خدت معاها مهاره تانيه، اصلا انت بجد انت هتطير.
بجد انت هتطير يعني. تمام. ف فانت لازم يكون عندك سلطه تجاه نفسك، يعني لازم تكون انت بتحكم بنفسك عن طريق انك انت بجد يا اسطى انت لو انت يعني عايش لوحدك تمام، وبتصرف على نفسك وبتروح لهم زيارات، آه، صدقني دي حاجة قوية جدا، لأن هم بجد يا اسطى هم هيعاملوك كأنك راجل. اسأل المجرب، هيعاملوك كأنك أنت راجل، وأنت هتبقى راجل. يعني أنت هتبقى راجل. أنا مقتنع دايما إن أنت لازم تمر عليك فترة في حياتك لازم تعيش لوحدك. أقول لك على حاجة، أنا لما بروح أعيش لوحدي وبعد كده بروح أعيش مع أهلي في وسط بقى إخواتي بقى ومش عارف إيه والحاجات دي كلها، أنا بستحمل أسبوع، اسبوع كويس قوي، حلو الكلام. الاسبوع التاني لا، انا ببدا بحس ان انا بدات ابقى طري. انا بجيبك دغري والله. بس بتبقى الحياه كويسه لان انا هناك مثلا بيبقى ليا، او على حسب والله انت عايش فين، بس لان انا قاعد في حته حرفيا مش منعزله تمام. ده مفيده ليا جدا في الشغل، بس مش مفيده ليا من ناحيه الخروجات وكده يعني. فلو انت مثلا قاعد في حته كويسه مثلا في القاهره او في اسكندريه او في اي مكان، بجد هيبقى الموضوع كويس تمام. انا في العاشر من رمضان يعني، فاهم؟ مفيهاش اي ابن وسخ اصلا يعني. ف... ف... فانا بالنسبه لي الغردقه دي كويسه تمام. بس في المجمل في العموم ان انا قاعد في وسط اهلي، بس بجد انا بطرى والله العظيم، بحس ان انا بيت طري. انا عايز اقول لك ان انا والله العظيم صوتي حتى بينعم، صوتي بينعم بسبب ان انا قاعد في الغردقه مثلا، وسط اهلي وبتاع، وبعدين كل حاجه بتيجي لحد عندي، مفيش مشاكل بصلحها، مفيش اي بتاع، آم، حتى المواصلات العربيه موجوده مثلا وبتاع. فانا خلاص انا قاعد واكل شارب نايم على حساب ابويا، فاهم حاجه؟ فانا ما يعني نادر هناك لما بصرف فلوس، مثلا ممكن تبقى فلوس خروجه مثلا وهجيب اكل من بره اي مكان، لكن غير كده هتلاقي اهلي مثلا يجيبوا لي اكل، ممكن انا اشارك في حاجات، بس المجمل في العموم ان انا كل حاجه بتتعمل لي في البيت. فانا بجد بحس ان انا بدات ابقى طري، بجد بدات ابقى طري في الشخصيه، ماليش دعوه بالاوزان والجيم والحاجات دي، بكلم في الشخصيه نفسها. بجد بدات ابقى ضعيف. بدا حتى ال- اللي هو الاسترس بتاعي، هرمون الاسترس بتاعي يعلى من اقل حاجه. يعني انا كنت بستحمل ضغط كبير قوي، لما بروح هناك بجد انا ما بستحملش ضغط اي حاجه صغيره بجد ممكن تعفرتني، ممكن تقلب لي يومي، حتى لو حاجه تافهه، ممكن تبقى حتى ان شاء الله حتى حاجه مع اخويا الصغير اي مكان بقى ممكن بجد تقلب لي يومي، فاهم حاجه؟ التيشيرت ده بوسخ، انا كنت عايز اغيره والله، كنت عايز البس التيشيرت الاصفر. ما علينا. بص يا جدعان، بص والله العظيم اقسم ربي في الشغل يا جدعان، أنا ما عرفتش يا جدعان، انا دراعي طويل قوي. يعني انا دراعي من هنا هو بجد طويل، فان انا اعمل الفوكين بايسبس دي، ده بالنسبه لي موضوع جامد يعني. واللاتس عايز اقول لكم يا جدعان والله العظيم حاجه هتركب لكم ام اللاتس. والله لا اسمع، بص اللي بقول لك عليه تمام. انا حاليا ما علينا يعني، عارف الفيو ممكن يكون مش احسن حاجه دلوقتي. آه، احسن حاجه بجد اللاتس، هات الكابل تمام، والعب بيه. عارف انت التمارين اللي هي الوسخه دي اللي هي بتلعب كده دي تمام، العب بس بايد واحده تمام، وحس بيها كده. والله العظيم اقسم بربي، شوف انا يا جدعان والله العظيم في الجيم انا عندي اسرار بنت عندي اسرار بنت وسخه في الجيم بجد، وعندي اسرار ان انا بزود من السترينث بتاعتك، مش جاست ان انا بخليك عامل جسم كويس وبتاع، انا بجد بخليك قوي تمام. بس دي حاجه على جنب يعني بعملها تمام. ف حتى هتلاقي بدخلك كاليستانكس، وساعات بدخلك تمارين باور ليفتنج في التمارين بتاعتك، لان انا اصلا بلعب رفع اثقال يعني، فاهم حاجه؟ ولعبت جيم ولعبت كل حاجه. فانا عارف ايه اللي ازاي يخليك فعلا سلاح قوي فشخ يعني تمام، ماشي على الارض يعني، من خلال الجيم، من خلال تمارين معينه، من خلال عادات معينه اي مكان يعني. فالتمرين ده بجد يا جدعان جامد، مش هيزودك سترينث طبعا، بس هو بجد هيفرق معاك في اللاتس. يعني انا شكل ظهري اتح... انا لسه هقعد اثبت والله العظيم شكل ظهري اتحول يا جدعان. بص ظهري، بص ظهري. انا ممكن دلوقتي اعمل لكم استعراض دلوقتي. بص يا جدعان، بص ام الجمال. والله العظيم جمال اهو، اهو يا عم. بص ظهري، ما اعرفش اصلا ايه ما اعرفش اصلا ظهري باين ولا لا، ما علينا، بس ده ظهري يعني. يا جدعان لا، في تطور فشخ تمام. بص حتى تلاقي كده السيكنس كده، انا 190 سم اصلا وبتاع، الله احا. وانا العملاق ده يا جدعان، يا نهار ابيض. ما علينا يعني تمام. انا عايز الصيف يجي بسرعه، اجازه الصيف اكون عملت جسمي ابن 60 احبه يعني. المهم ايه، ف... فانت لازم يكون عندك
نوع من انواع السلطه انك انت لازم تمشي، لازم تمشي ولازم تعيش لوحدك ولازم تستقل بنفسك. آه، المواقف بقى هي اللي هتبين رجولتك بقى بالنسبه لابوك. المواقف هي اللي هتبين رجولتك بالنسبه لابوك. ده رقم واحد. فالمواقف دي مش هتيجي غير بالفلوس. المواقف ما بتجيش غير بالفلوس غالبا. غالبا بتيجي بفلوس. غالبا ابوك ممكن يتزنق في حاجه، ابوك ممكن يتزنق في فلوس، ممكن يتزنق في دي حاجات على فكره اتعلمتها مع الزمن يعني، تمام. ممكن يتزنق في فلوس، ممكن يتزنق في تصليح حاجه معينه، ممكن يتزنق مثلا ان هو العربيه بتاعته عطلت مثلا فانت اتصرفت فصلحتها، ممكن يبقى يتزنق في ان في حاجه مثلا باظت في البيت مثلا فانت عرفت تصلحها بسبب انك انت كنت عايش لوحدك. بص ليها 100,000 سيناريو، تمام، ممكن يحصل. السيناريوهات دي واحده واحده بتحسس ابوك فعلا انك انت فعلا مخلف راجل، ان هو فعلا مخلف راجل. عايز اقول لك على حاجه، مش لما يكون في سلطه من الناحيه دي، انت لو انت راجع الفجر ابوك مش هيسالك انت راجع من الفجر ليه. آه، انا ممكن اكون نازل الساعه 6 الصبح في الشارع ومحدش حاجه عندي، مش محدش حاجه عندي، محدش بيكلمني اصلا، فاهم حاجه. اكون نازل 6 الصبح بالعربيه بتاعت والدي ولا بيكلمني ولا انت رايح فين ولا انت جاي منين ولا اخرج بالعربيه الساعه 11 ولا اخرج مع اصحابك الساعه 12 يا ما تخشليش مفيش، مفيش الكلام ده، فاهم حاجه. فبسبب ليه؟ لان انا بجد يا اسطى انا عايش لوحدي، انا عايش لوحدي. فبجد يا اسطى انا لو في اوبشن ان انا ابوظ يا اسطى بجد ممكن اجيب، اقسم بربي والله العظيم ممكن اجيب هنا نسوان وهيبقى الموضوع بالنسبه لي والله العظيم سهل، ومن غير فلوس، يلا بقى فاهم حاجه. فانا ممكن اجيب هنا بجد اصلا نسوان واقعد اعمل كل حاجه، بس بجد انا مش هعمل حاجه زي كده، انا مش عايز اعمل حاجه زي كده بجد لنفسي، دول عن ان هي حرام يعني، فاهم حاجه. ده لنفسي عشان عارف الناس اللي هتخصينا في الكومنتات يعني. فده لنفسي يا اسطى، انا مش هعمل حاجه زي كده، انا مش هدخن لنفسي. انا جربت بس السيجار، تمام، ما هي حتى بس بجد طعمها طعمها ابن وسخ والله العظيم، او يمكن ان انا جبت حاجه رخيصه، يمكن ما اعرفش، بس هي بجد طعمها وحش، هي كشكل وبتاع، بس هي بجد طعمها وحش. التدخين يا جدعان والله العظيم طعمه زفت 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 زفت. انا عرفت التدخين مش ليه، انا جربت شيشه ما عجبتنيش، جربت الفيب حسيت ان انا شاذ وانا بشربها، جربت الشيشه، جربت السجاير ما عجبتنيش. فانا جربت كل الحاجات دي ما عجبتنيش، وعرفت ان هي في الاخر بتضعف بتاعك يعني حرفيا، فاهم. فانت بجد مش هتبقى قوي يعني، مش هتبقى قوي في الجيم، وهتلاقي نفسك انك انت نفسك قصير، وهتلاقي نفسك انك انت مثلا خارج مع صاحبتك وبتاع، وهيجي ناس تيجي تتخانق معاك تديك علقه بنت متناك عشان خاطر مثلا انك انت آه، نفسك قصير. هتيجي لك 100 موقف يعني، فاهم حاجه. فعشان ما نخرجش عن موضوعنا حاول تستقل بنفسك. قبل ما تستقل بنفسك حاول تعمل فلوس كويسه وبعدين تستقل بنفسك، تمام. اه آه. حاول تعمل فلوس كويسه وبعد كده تستقل بنفسك. ابوك هيبقى ليه زنقه مليون في الميه، هيبقى ليه زنقه. لو ملوش زنقه انت ممكن تعزم اهلك مثلا على اي حاجه، ممكن تجيب لهم اي حاجه حتى لو كيس خضار، اي مكان، اي كان بقى الحاجه اللي انت هتجيبها يعني، فاهم حاجه. وبس. ده كان كل اللي عندي. هل في حاجه تانية؟ انا مش كده مش بحضر اي نسخه يعني. هل في حاجه تانية؟ تقريبا لا. يا ابويا اصلا حتى ما يعرفش حتى انا جايب كام في الميد ترم، وانا عاكك ولا انا مش عاكك، انا طالع ميتين امي يعني، بس هو ما يعرفش يعني، فاهم حاجه. ف... فبس اشتغل، انا عايزك تشتغل، اعمل فلوس بنت وسخه. والله العظيم ما فارق معايا هل انت معايا ولا مع حد غيري، والله العظيم تاني ما فارق. انا مع فلوس بنت وسخه، وانا يا جدعان الحمد لله، الحمد لله والله العظيم عمري في حياتي ما هجوع. يلعن ابو الديلرز على ابو اليوتيوب، والله العظيم الحاجات دي كلها ما فارقه معايا. انتوا كنتوا عبط يا جدعان ولا ايه؟ والله العظيم عمري في حياتي يا جدعان ما هجوع. انا ممكن اشتغل اي ابن وسخه في الدنيا بسبب السكيلز اللي معايا اللي انا اصلا معلمها في الديلرز، تمام. انا بعرف ابيع، وبعرف اعمل اوفر قوي، وبعرف اعمل بيزنس خدمات كويس قوي، وبعرف ممكن افتح وكاله، ممكن امرن اونلاين كوتشنج، ممكن ادي اقفل 30 الديلرز كلها والله العظيم، وادي كورسات في ماس 1 زي ما انا اذكر بدي اصلا كورسات في ماس 1، ما اعرفش إيه اللي جابني هنا يعني، فاهم. المحفظه دي عمرها في حياتي ما هتفضى يعني. فعمري في حياتي ما هجوع، عشان بس تبقوا ايه مطمنين يعني، تمام. عشان في ناس تقعد تقول لك هو انت يا مهاب لو انت عندك الاسلحه دي هو انت ليه بتديها للناس؟ طب ما تخليها لنفسك. يا كرنج يا متخلف يا عبيط، ما هم المدربين، المدربين
اللي بيمرنوا ام اي ولا بيمرن اي مكان، ما هو بيمرنك ليه؟ طب ما هو كان زمانه نفع نفسه وراح داخل بطولات يا حبيبي، وما تقولش ليه يا حبيبي؟ ليه ما دخلتش اليو اف سي؟ ها؟ ليه ما بقاش مليونير؟ ما دام انت غبي. يالا انت فيك حاجه؟ والله بتكلم بجد، هو انت فيك حاجه؟ ما اعرفش. وانا لوحدي في الساحه دي على فكره، عشان بس تكونوا ايه واضحين. يعني الناس كلها بتعلم سكيلز، تكنيكال سكيلز، تبقى ميديا باير، تبقى مش عارف جرافيك ديزاينر، تبقى اي مكان. انا الوحيد اللي بعلمك ازاي تعمل اوفر قوي. انا الوحيد اللي بعلمك ازاي تماركت لنفسك. انا الوحيد اللي بعرفك ازاي تقفل في السيلز بتاعتك. انا الوحيد اللي بعرفك ازاي تبني تراست للعميل. انا الوحيد اللي بعمل الحاجات دي كلها، سواء في الديلرز او سواء في المنتورشيب يعني. تمام. آه، بالله عليك ما تخش تسالني على تفاصيل في الديلرز، لان انا بجد مش هرد عليك يعني، عشان بس تبقى عامل حسابك. انا ما اعرفش التناكه دي كلها، بس انا بجد مش هرد عليك لو انت سالتني على تفاصيل كتير، او انا متردد، او انا مش عارف ايه. انا بقول لك الحاجات دي انا بعلمها لك، بتعمل لك ماني ان، بعلمك ازاي تدخل فلوس يا عم استني، استني كده. بقول لك ايه، خليك انا الدقيقه وهرن عليك، يا دقيقه واحده. ماشي. يلا باي. ف والله العظيم، والله العظيم انا مش فارق معايا انك انت فاتح اصلا يعني حاجه، او انت شريك حتى مع واحد صاحبك، او اي مكان بقى الحاجه اللي انت بتعملها يعني. تمام. آه، الديلرز هتاسسك بشكل مرعب، وانت هتشوف الكلام ده لنفسك، واقل بيعه هتجيبها بالديلرز صدقني صدقني هتبقى اضعاف ثمن الديلرز يعني. تمام، خصوصا ان هي اشتراك شهرين اصلا، وعليها ديسكاونت دلوقتي.